يلا بقى فرصة، الطماطم رخيصة، قومي بسرعة هاتيلك قفص طماطم وفرزيه وحطيه في الفريزر. الطماطم الأيام دي رخيصة جدا. يلا روحي بسرعة هاتيلك طماطم والحقي فرزيها قبل ما تغلى قبل رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب، ورمضان كريم علينا وعليكم، اللهم امين. هنا معايا كنت جايبة قفص من الطماطم، وبعد كده بدأت بقى ايه اغسله. انا بحب اغسلها كده، يعني انا غسلتها وبعد كده بقى وانا بقطع بحب اغسلها كده تحت الحنفية عشان لو فيها اي حاجة تطلع وكده، وبشيل العنقود بتاعها الاخضر دوت وبس. هنا معايا بقى ايه الكمية، حطيتها في حلتين كبار. الحلتين دول كبار على فكرة، باينين في الصورة مش كبار بس هما كبار قوي. بدأت بقى قطعتهم أربعة، أنا بحب أقطعهم أربعة كده. وبعد كده ايه حطيتهم على النار. لو انت مش عايزه تقطعيها، عايزه تحطيها بحله براحتك، ده حسب ايه اللي يرجع لك انت. حطيتها بقى هنا على النار كده زي ما انت شايفه، وغطيت عليها وهسيبها بقى ايه شويه كده عشان تنزل ميتها. هنا بقى خلاص، لما لقيتهم بقى كميه عايزه، حطيتهم في حله كبيره كلهم على بعضهم. وبعد كده ما بحطش عليها اي حاجه خالص غير سكر وبابريكا بس. دي طريقتي، معتمداها من زمان من سنين، تفضل معايا من السنه للسنه في الفريزر، ولا بتغير ولا بحط لها زيت ولا بحط لها بهارات ولا الكلام اللي انتوا بتسمعوه دوت. هنا بقى خلاص ايه نزلتها من على النار، كانت سخنه لسه وقلت اضربها بالهاند بلندر. لو ما عندكيش هاند بلندر اضربيها في الخلاط عادي جدا، بس خلي بالك ما تبقاش سخنه عشان مش تبوظ لك الخلاط. هنا خلاص ضربتها، وبعد كده قبل ما بنزل بيها تاني على النار بحب اصفيها، ما بحبهاش صراحه يبقى فيها قشر وبذر والحاجات اللي هي بتبقى فيها دي. انا عن نفسي بعملها كده، يعني انا بحبها تبقى الصلصه بتاعتها ناعمه وحلوه. هنا بدأت أنزل بالكمية واحدة واحدة لغاية ما صفيتها خالص. وكنت هنا بقى تعبت وقلت هكمل تاني يوم. خدت الكمية اللي أنا صفيتها وعملتها ديت، وبعد كده نزلت بقى على النار غليت غلوتين لغاية ما حسيت إن هي اتسبكت وهتديني الشكل اللي انت هتشوفوه دلوقتي. هنا خلاص بقى كانت اتسبكت وبقت حلوة جدا، بصوا بقت عاملة ازاي، وبصوا بقى ناعمة حرير. انا بقى بحبها كده، بحب احطها في الطبيخ، ولا صفي قبليها ولا اي حاجة، بتخلي معاكي الطبيخ بيبقى ناعم وحلو قوي يعني جميل. هنا بقى عندي الاكياس بدات ايه اعبي فيها. التعبئه دي بتاعتك انت حسب الكميه اللي انت بتحبيها. انا ما رضيتش احط في علب عشان هتاخد عندي مساحه في الفريزر، بحب احط في الاكياس وببططها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده، هوريها لكم عشان ما تاخدش مكان مع عندي ايه في الفريزر. زي ما انتوا عارفين انا بحب افرز دايما البسله والطماطم، دول اكتر حاجتين بحطهم في الفريزر، غير كده ما بحطش اي حاجه تانية. هنا خلاص بقى ايه عبيت بقيه الكميه وزي ما انتم شايفين كده، وهبدا اقفل الكياس بتاعتي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وكومنت حلو منكم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.